اتمرن في الجيم ولا اتمرن في البيت؟ الموضوع ده شاغل ناس كتير، وخصوصا لو انت ما عندكش وقت تروح الجيم او ما عندكش فلوس تتمرن في الجيم عشان خاطر البلد اللي انت فيها او كل الكلام ده موضوع حلقة النهاردة. يلا بينا. طيب يا صديقي، سواء انت عايز تتمرن في الجيم او عايز تتمرن في البيت، اي يكن هدفك، في حاجة وحيدة لازم تعملها وانصحك بيها بشدة. سواء بتتمرن في احسن جيم في العالم او بتتمرن في البيت، الحاجة دي هي الاستمرارية. لازم تستمر على اي وضع انت فيه وعلى اي شكل انت فيه. لو انا بتمرن في اكبر جيم في العالم وباكل احلى اكل في العالم وباخد احلى بروتين وباخد احلى كرياتين، بس لا مستمر في التمرين ولا في الاكل ولا في الشرب ولا على البروتين ولا على الكرياتين، يا ترى هلاقي نتيجة؟ اكيد لا. لو انا مثلا شغال في مكان كبير وشغال في وظيفة كويسة، بس انا بشتغل يوم وبقعد يوم، يا ترى اخر الشهر الاقي مرتب؟ برضه لا. فالفكرة هنا في الاستمرارية. لو انت بتتمرن في الجيم او بتتمرن في البيت، اي كان امكانياتك، مش قادر تتمرن بشكل مستمر يوم كل يوم، او مثلا تريح يوم في الاسبوع او يومين في الاسبوع، لا ممكن تتمرن 3 ايام او يومين، كمل. حتى لو مش لاقي نتيجه، انت طبيعي مش هتلاقي نتيجه عشان انت مش ملتزم قوي. بس لما تلاقي نفسك مش ملتزم قوي، ما تسيبش خالص، لا احاول بقدر الامكان ان اكمل. تمام. ايه بقى السبب اللي بيخلي الناس انها بتلاقي نتيجه في الجيم اكتر من تمارين البيت؟ تعال نقولك. السبب ده هو التدرج في الاحمال التدريبيه. ان كل فتره، كل اسبوع، كل 10 ايام او كل اسبوعين ببدا اغير من الاوزان واتمرن بيها. انت في الجيم بتلاقي اوزان كتير جدا، من اول 2 كيلو ونص لحد 50 كيلو. تمام. تبدا بتتمرن مثلا النهارده اتمرنت بنش ب 20 كيلو، الاسبوع الجاي ممكن احاول اتمرن ب 22 كيلو ونص. فانا كده كسرت الوزن اللي قبليه، فحطيت العضله بتاعتي تحت ضغط قوي، فده اللي بيخلي العضله تكبر. طبعا مع التغذيه الكويسه او الشبه كويسه بتخلي العضله تكبر بشكل كبير. في الجيم في ناس كتيره بتتمرن، في عدد كتير، في منافسه، في احجام، في فرم، فده بيشجعني ان ابدا اشيل اوزان. لو انا بتمرن مثلا ب 10 كيلو، هلاقي واحد اصغر مني في الحجم او اصغر مني في الجسم بيتمرن ب 15، فده هيخليني عقل ايه، طب ما اجرب تروح تتمرن ب 15 كيلو. فده بيخليك تتطور بسرعه في الجيم. طيب انت بقى في البيت هنا، لو انت حد مش فاهم او عمرك ما اتمرنت في البيت، ايه تمارين البيت؟ هتلعب مثلا لو عندك عقله هتلعبها، عندك تمارين ضغط، عندك تمارين خفيفه. انا دلوقتي مثلا ما كنتش بلعب ضغط خالص او بتمرن ضغط، بجيب 10 بالعافيه. مع الوقت هتلاقي نفسك بتجيب 15، بتجيب 20، نفس تمرين الضغط. فانت كده خلاص جسمك اتعود على نفس التمرين بنفس الاداء، العدات بس اللي بتتكرر. فالتكرار العدات هنا مش هيديك ضخامه ولا هيديك قوه عضليه، هيديك حاجه اسمها تحمل، تبقى العضله عندها قوه تحمل. زي مثلا واحد تلاقيه ممكن يشيل اوزان عاليه جدا، بس ما يقدرش يمشي بشنطه فيها مثلا 5 كيلو او 10 كيلو فترات طويله. انت بتشيل اوزان قويه، اوزان تقيله عشان انت جسمك قوي، بس هنا مفيش قوه التحمل. زي بالظبط لو تلاقي حد شغال في كارم معمار، زي ما بنقول بالبلدي كده، محاره، بنا، اي حاجه، ممكن تلاقي واحد يطلع 2 3 متر رمله وما يتعبش، يفضل طالع نازل وما يتعبش. ممكن واحد بتاع حديد لو طلع شكارتين تلاقيه فرهط مش قادر يتمرن. ده ليه؟ بتاع المعمار اتعود انه يشيل اوزان مش تقيله قوي بس فترات طويله ويبدا يطلع وينزل بيها، فجسمه متعود على الكلام ده. لا احنا بقى في البيت مش عايزين كده، احنا في البيت عايزين نضخم العضلات ونطلع عضلات بشكل كبير. ايه بقى الحاجه اللي هتخليني اعمل كده؟ الحاجه اللي هتخليني اعمل كده زي ما قلت لك في بتاع الجيم اللي بيعملها انه بيكسر اوزان، انت نفس الكلام. حاول كل فتره تغير من شكل التمرين بتاعك. انا مثلا تمرين الضغط العادي بجيب فيه 10 عدات، 20 عده مثلا، نفس الشكل. كل ما الاقي التمرين بقي عداته كتيره فكده بيسهل، فابدا اصعبه. لو انا بلعب ضغط عادي في الارض، لا احاول العب ضغط مايل، اخلي رجلي على حاجه عاليه وابدا اتمرن، ده كده هيبقى اصعب. احاول اتمرن ضغط البايك اللي هو ببقى واقف على رجلي لفوق وابدا اتمرن، ده بيركز لي اكتر على عضله الكتف، بكل عضله الكتف، وفي نفس الوقت بيخليني اغير من شكل التمرين وروتين التمرين، فابدا العضلات تبدا تطلع بشكل كبير. كمان التغذية، احاول اكل اكل كويس، يعني قبل التمرين اكل فيها حاجة فيها كربوهيدرات، وخصوصا الكرب المعقد زي ما قلت، بطاطا، بطاطس، شوفان. في فيديو هسيبلك تحت دلوقتي في الديسكريبشن، فيديو ازاي تعمل وصفة شوفان للضخامة. الوصفة دي لو عملتها وشربت عصير الشوفان قبل التمرين بساعة وخبطت لك واحدة قهوة وموزة، هتفرتك الدنيا، سواء بتمرن في البيت او بتمرن في الجيم. حاجة بقى غلط ناس كتير بتقع فيها،
تقول لك انا بتمرن في البيت فمش بيدي التمرين اهتمام، مش بيدي التمرين اكل كويس لا قبل التمرين، ولا بيدي اكل كويس بعد التمرين. لا، انا بتمرن في البيت، بتمرن بشكل كويس، تمارين كويسه، انا فاهم بعمل ايه، فلازم ادي التغذيه حقها. مفيش حاجه اسمها انا مش بتمرن كل يوم او مش مستمر في التمرين فما اكلش، لا. الناس اللي بتتمرن فترات طويله جدا ممكن يلاقيه مثلا بيريح اسبوع 10 ايام عشان خاطر عنده ظرف او عنده مشكله او عنده اي حاجه مش قادر يتمرن عنها، بيكمل اكله زي ما هو. يعني اكلك الطبيعي بسعراتك سواء بتضخم او بتنشف وتعمل حاجه، اكلك بيمشي زي ما هو بشكل كبير، وكمان بتزود البروتين اعلى من البروتين بتاعك الطبيعي لو انت بتتمرن، عشان خاطر العضلات ما تبداش تخس، فانت بتديها بروتين عالي عشان العضلات تبدا تحافظ على المستوى اللي هي وصلت له. فبرضه نصيحتي ليك هنا لو انت بتتمرن في البيت تدي التمرين حقه زي ما قلت لك 100%. وحاول انك تظبط تمارين او تظبط ايام معينه للتمرين. يعني مثلا بتمرن 3 ايام في الاسبوع او 4 ايام في الاسبوع، الاربع ايام دول هحاول امشي عليهم مهما كان ظروفي. انا بتمرن ساعه واحده في اليوم، عندك اليوم 24 ساعه، بتشتغل مثلا حسب شغلك من 6 ل 10 ساعات حسب ما انت بتشتغل، بتنام 7 ل 9 ساعات، بتعمل حاجات كتيره في اليوم، بتمسك الموبايل، بتتمشى، بتعمل، بتسوي مش عارف ايه. لا، حاول هي ساعه تلتزم عليها مهما كانت. لو انا بتمرن الصبح ما قدرتش اتمرن الصبح لاي هدف اي سبب، خلاص اتمرن بالليل، اتمرن وسط النهار، هي ساعه زمن بس هاخدها تمرين عشان خاطر احافظ على المستوى اللي انا عملته وابدا اطور كمان من المستوى اللي انا فيه. كده انا خلاص حلقه النهارده. اتمنى الحلقه عجبتك وعملت لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يجيلك كل حاجه جديده في وقتها، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.